السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي متابعي السوبر تايم أهلاوي في كل مكان ومساء الفل. من غير قطورات ولا سندوتشات ولا حكام، الأهلي احتل مدرج أسوان. فاز النادي الأهلي النهارده بجدارة وبنتيجة كبيرة جدا على نادي أسوان المحترم بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. أحرز أهداف الأهلي طبعا كهربا وعودة من جديد للتهديف أحمد عبد القادر الحلواني، وصلح للنادي الأهلي من جديد والجمهور الأهلي. الهدف الثالث محمد مجدي أفشة. تألق النهارده لاعبي او تألق الجهاز الفني بقياده كولر النهارده في اداء واداره المباراه. فاز النادي الاهلي بجداره واستحقاق، احرز 3 اهداف في الشوط الاول، خلص المباراه، قتل المباراه اكلينيكيا تماما، وادى الشوط الثاني طبعا بالطريقه الكلاسيكيه، تدوير اللاعبين طبعا اللي حتى بدأ بها كولر النهارده في المباراه. ريح علي معلول، ريح محمد هاني، السوليه، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، محمد شريف. لا، ريح لاعيبه النهارده اساسيين، لان عندنا مباراه مهمه كمان 48 ساعه طبعا امام صن داونز، مباراه عنق الزجاجه في الجوله الثانيه طبعا من دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده، وزي ما بدانا الكلام في بدايه ما اتكلمنا، من غير لا تحكيم ولا وزير ولا قطورات ولا سندوتشات ولا عصاير، الاهلي يحتل مدرجات اسوان. فاز الاهلي زي ما اتكلمنا بجداره. فاز الاهلي النهارده على محمود البنا اللي كان متعنت قوي في قراته وفي احتساب ركله جزاء ضد النادي الاهلي، ولكن كالعاده تصالح ايضا جديد من لاعب اخر النهارده بيصالح جمهور الاهلي، هو محمد الشناوي، وتصدى طبعا لركله الجزاء. الشناوي تألق في اخر 7 ضربات جزاء احتسبت على النادي الاهلي، تصدى طبعا الشناوي النهارده النهارده تبقى الضربه الخامسه من 7 ضربات. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق طبعا لمجلس الاداره اللي بيحمل على عاتقه مسؤوليه كبيره جدا، بيحمل على عاتقه اعلام، نقد، جمهور، حاجات كتير جدا، عوامل داخليه عوامل خارجيه، ولكن ان شاء الله الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بالكامل ولاعيب النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي باذن الله هنحافظ على الكيان وهنحافظ على الاسطوره هي النادي الاهلي. تقدم امس طبعا كالعاده النادي الاهلي بشكوى الى المركز الاعلى للاعلام ضد المختل او ضد المتجاوز دائما. هذا الشخص وكلكم طبعا عارفينه، وقناه نادي الزمالك طبعا للمجلس الاعلى للاعلام بما فعلته هذه القناه وهذا الرجل قبل مباراه الهلال السوداني مع الاهلي، والتحريض المباشر على العنف من جانب جماهير الهلال ضد جماهير الاهلي او لاعبي الاهلي طبعا او فريق النادي الاهلي في السودان. وطبعا رافق التقرير ده او رافق هذه الشكوى شكوى اخرى للاتحاد الافريقي لكرة القدم بتجاوزات الجهاز الفني او احد اعضاء الجهاز الفني للمريخ السوداني وجماهير عفوا الهلال السوداني وجماهير الهلال السوداني ضد لاعبي النادي الاهلي طبعا الموجودين في المباراه. والشكوى الثالثه الجديده من نوعها، توجه النادي الاهلي بالشكوى رسميه الى السيد معالي طبعا وزير الخارجيه لما حدث للنادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي طبعا في السودان. هل ينظر الاتحاد الافريقي في شكوى الاهلي؟ هل يوجد احد يقف بجوار النادي الاهلي؟ وهل يقف المركز الاعلى للاعلام؟ اعتقد في عام واحد دي الشكوى رقم 50 للمجلس الاعلى للاعلام ضد المتجاوز وضد قناته. هنشوف هتتحط في الدرجة اعتقد كالعادة، وزي ما قلنا قبل كده يا جماعة محدش هيحافظ على الاهلي ولا حد هيحافظ على حق الاهلي ولا يدافع عن الاهلي غير جمهوره فقط. وبعدين اوعى تحط راسك براس الاهلي. انت على رأي ناس كتير وعلى رأي المثل يعني انت محتاج 100 سنة ضوئية، 100 سنة ضوئية علشان تبقى زي الاهلي طبعا. وال100 سنة ضوئية دول الاهلي يكون نايم فيهم يعني، ولا بطولات بقى ولا انجازات ولا ماتشات ولا الكلام ده خالص، مش الكلام ده خالص. فهل يساوي او هل يتساوى اي احد او اي نادي في الوطن العربي مش وفي افريقيا وفي مصر طبعا بالنادي الاهلي؟ اعتقد مفيش صدقوني. النادي الاهلي 115 سنه او اكتر، النادي الاهلي 154 بطوله او اكتر، النادي الاهلي
عراقه اسم منذ انشائه، من اول دقيقه اتنشأ فيها النادي الاهلي، وهو دايما مثل اعلى للمصريين والعرب، قدوه كبيره جدا بيحتذاها جميع انديه الرياضه في العالم العربي والافريقي كله. يعني حاجه كده كيان وكاريزما بيعيشها الشعب المصري والعربي من تشجيع على هذا النادي العريق. فهل ينظر احد الى شكوى النادي الاهلي الثلاثه، سواء للسيد وزير الخارجيه او للاتحاد الافريقي او للمجلس الاعلى للاعلام؟ مستنيين، يعني احنا مستنيين اليوم او الساعه اللي يتم فيها النظر ولو لمره، او يعاقب ولو لمره من يتجاوز، مش في حق الاهلي ولا جمهور الاهلي ولا مجلس الاهلي، يتجاوز في حق المصريين، يتجاوز في حق العراقه والاصاله والكرم اللي معروف عند المصريين، الحضاره. احنا اللي صدرنا للعالم كله ازاي يعني ايه حضاره، ازاي يعني ايه عراقه، ازاي يعني ايه اصول. واحنا لا عندنا دلوقتي كيان للكوره ولا عندنا كيان للرياضه، كل حاجه بايظه وكل حاجه ضربه، مدرجات فاضيه، جماهير مش قادره تتمتع بالفرجه على فريقها في الملعب. والكره معروفه للجماهير، الكره مش للفضائيات ولا الكره للاعلام ولا الكره لا، الكره طول عمرها للجماهير، الكره طول عمرها للجماهير، مش لحد تاني، مش لحد تاني. ومحدش يفكر نفسه ان حقر على حد ولا الحاجه دي بتاعته او الحاجه دي ملكه. الكوره للجماهير، لينا احنا، الحاجه الوحيده اللي لسه يعني بنملى عليها فرحه كده، او بنستمتع او بنضيع وقتنا فيها. فهل ينظر احد لشكوى الاهلي؟ هنشوف، ومستنيين ومستنيين. فطبعا كل التوفيق للنادي الاهلي، اكيد طبعا. من اوضه اللبس النهارده لسه وانت ولعبه الاهلي في ملعب اسوان، اتكلم معاهم كولر النهارده، واكيد قفل صفحه الدوري. انتهت مباراه اسوان، فوز كبير، فوز عريض مهم جه في وقته. تألق حسين الشحات حاجه ملفته، ربنا يعني يسلمها معاه كده، وان شاء الله نطمن على اصابه كهربا. عوده قفشه للتهديف، تألق اللاعب اللي بعتبره هتبقى صفقه قويه جدا. وده اعتقد انا كاهلاوي او بنشجع او بنفهم كوره بعيد عن التعصب او الميول، اعتقد ان مروان عطيه، حسام عاشور الصغير في بداياته، خالد عبد الفتاح لا يستحق انه يلعب في النادي الاهلي، محمد عبد المنعم، تألق الشناوي زي ما اتكلمنا، ديانج لا غنى عنه، محمد اشرف بديل علي معلول، وكان خير بديل النهارده لعلي معلول. حركه التدوير اللي بيعملها كولر لازم غصب عنه يا جماعه، قبل ما نحكم على المدرب او قبل ما نحكم على الفرقه او اللعيبه، غصب عنه ضغط ماتشات كل 48 ساعه ماتش، كل 48 ساعه ماتش. الاهلي هيلعب اكتر من 12 مباراه في 30 يوم، كل 48 ساعه ماتش. عندك ماتش مهم جدا مع صن داونز يوم السبت، ماتش مهم، ماتش خطير. لا قدر الله الاهلي لو كان خسر النهارده الدوري هتعوض في الدوري. انما دوري المجموعات في دوري الابطال انت عندك نقطه، ما عندكش حاجه خالص. اتغلبنا قدام الهلال طبعا، ولازم نفوز على صن داونز باذن الله، ونفوز على الهلال هنا، وباذن الله يحقق النادي الاهلي نتيجه ايجابيه ويسعد جماهيره، وان شاء الله يفوز يوم السبت باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق للكابتن محمود الخطيب اللي عمل النهارده لفته انسانيه طيبه جدا، وزار طبعا مستشفى مجدي يعقوب للقلب في اسوان، حاجه كويسه. ويا زمالك ويا جمهور الزمالك ما تزعلش، جبنا حقك النهارده من اسوان، وعلى نفس الملعب بنفس المدرب ايمن الرمادي. اشكركم، وباذن الله نستمتع يوم السبت في فوز النادي الاهلي. حين القاكم على كل خير وامان، تصبحوا على الف خير.